اللي ما كيسمعش كلام الوالدين وما كيسمعش كلام الناس الكبار اللي عندهم تجارب في الحياة عمره ما غادي يقول غادي يعرف الحياة، وعمره ما غيوصل للطريق الصحيحة. السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم حكايتي وكيفاش مريت من هذه الحكاية وكيفاش خرجت منها سالمة الحمد لله. وخدت عليا صعوبات كثيرة ولكن الحمد لله في الاخر توفقت. ما غاديش نحرق لكم المراحل، غنبدا لكم خطوة خطوة كيفاش وصلت لهذا الشيء. انا سميتي حكيمة، انا الصغيره في خوتي، وبطبيعه الحال دائما الصغير كيكون هو المدلل ديال الدار. اي طلب طلبته منهم الا وكيتنفذ ليا، بالرغم بان ما كناش زعما واحد العائله اللي ميسوره جدا بحال العائلات الكبار اللي كنشوفوا، وانما كنا ما عندناش وما خصناش. خويا الكبير قرا شد البكالوريا ديالو، مشى دار ليستيا، شد الدبلوم ديالو، خدم في واحد الشركه اللي زوينه. المهم خدمه على قد الحال، كيتخلص خلصه على قد الحال وغادي نمشي اموره. تزوج واحد بنت الناس اللي الله يعمر ليها الدار. صراحه عايش معاها حياه اسريه مخيره. عندي جوج خواتاتي تا هما كبارات، تا هما تزوجوا، كل وحده اشنو تزوجات. المهم عايشين في دار مستورين الحمد لله. انا كنت كنقرا مزيان صراحه في الدراسه ديالي، كنت كنجيب دائما من الاوائل، ولكن كان ما عنديش واحد الهدف في الحياه انني نقرا ونمشي بعيد. وبحال مثلا كيف كنسمع هادي باغا طبيبه، هادي باغا مهندسه، انا ما كنتش معمره راسي نهائيا بهادشي. المهم كنت كنمشي للمدرسه وكنجي، كنت كنحفظ في الايامات الاولى، كنت كنخاف من الاساتذه وهذا. شويه مني كبرت وصلت للثانوي مبقيتش معمره راسي بالقرايه، كنقرا كنفهم كننجح، ولكن باش نقول لك تنجي وتنحفظ وكنضرب تمار وكندير واحد المجهود ابدا، هادشي ما بقاش عندي. وصلت حتى البكالوريا ما درتش واحد المجهود. سقطت داك العام الاول، عاودت العام الثاني، سقطت في العام الثاني، صافي ما بقيتش حملت نقرا. دفعت ليتايا، قبلوني في ليتايا، دفعت دوزت الكونكور ديالها، نجحت في الشفاوي، وصلت حتى الكتابي تا هو نجحت فيه. كنا راكم عارفين الناس ديال ولاديا كيديروا البسيكو في الشفاوي، حتى هو نجحت فيه. صافي وليت كنمشي كنقرا وكنجي. واحد نهاريات واحد البنت كتقرا معايا قالت لي راه عندي خالي بغى يتزوج، كان المواصفات اللي بغا شفتهم فيك، بغا بنت طويله عامره زوينه بحال كداك الشكل اللي بغا. نقول لكم بحكم انني بقيت غير انا مع الوالد في الدار والوالده، بحال ما معمراش راسي بالزواج، بغيت نبقى انا ديك البنت المدلعه، ديك البنت اللي اي حاجه بغيتها كيجيبوها ليا. رفضت بطبيعه الحال، قلت لها لا انا ما بغيتش نتزوج. قلت لي علاش؟ وخالي راه مزيان وخدام خدمه زوينه وداكشي. قلت لها لا ما بغيتش نتزوج. المهم واحد النهار غير وقع لينا الوالد ديالي سخف على وقفته، بقيت كنغوت انا ولا ماما ما عرفنا ما نديرو، هزيناه للسبيطار. المهم ديناه للسبيطار، دوزنا ليه، اكتشفنا ان عنده المرض الخبيث. داك المرض اللي رجع لي حياتي كئيبه، ما بقيتش بحال ما تقبلتش الامر ديال الله سبحانه وتعالى. وخاف الاخر بقيت كنصلي وكندعي مع الله، تنقول يا ربي لما تشافيه، وانما داك المرض بحال ما تقبلتوش. كنسمع به وكنعرفه، وانما ما عمرني تخيلته بانه غادي يجي حتى العائله ديالنا. المهم قاسينا مع الوالد ديالي والصراحه دازت علينا دوزه ديال الغدايد. خواتاتي كانوا مزوجين بعاد علينا، الا جاو كيجيو كيطلوا مثلا مره في الشهر وكيمشي، بحكم حتى ما عندهم وليداتهم ما يمكنش، صعوبات الحياه ما يمكنش يبقاو غاديين جايين، وبيناتنا 300 تقريبا 300 كيلومتر الوحده، ما يمكنش كل ساعه يبقاو غاديين جايين. المهم انا اللي تمرت في ديك اللحظه، كنمشي للسبيطار تنجي، وليت تندير التحاليل، خرجت من لدايا اللي كنت فيها، ما بقيتش كنكمل قرايتي. صافي تما واحد النهاريات الوالد كان خاصو الدواء في ديك الليله، ما لقيناش شكون اللي غيجيب لينا الدواء، وكلشي صيدليات سادين. خرجت انا في النصاصه ديال الليل كنقلب على صيدليات البيرمانونس، وتصوروا حتى طاكسي ما لقيتو. قليل فاش كنلقاو اللي لقيتو تيقول لي لا ما نهزكش، لا انا غادي نعس، لا ماشي وقيته. حتى لواحد الطاكسي اللي بقيت فيه وقفت قدامه كنطلب،
قلت ليه بغيتك ديني للصيدليه البيرمانونس. هزني فعلا وداني، ولكن قال لي غادي نحطك وغادي نمشي في طريقي، حيت انا كنت غادي نطلق الطاكسي دابا. قلت ليه ماشي مشكل. المهم داني للطاكسي، داني للصيدليه البيرمانونس، خديت الوالد ديالي الدواء. مني بغيت نرجع ما لقيتش لا طاكسي لا والو، بقيت في الصيدليه طلبته. قلت ليه الا كنت يا خويا كتعرف شي طاكسي واش ممكن تعيط ليه يجي يديني؟ قال لي شوفي راه ما كنعرف حتى طاكسي، وانما راه واحد السيد عيط ليا دابا بغى يجي يدي الدواء ديالو، راه بحرك جبناه وراه جاي في الطريق. الا بغيتي راه الراجل الله يعمر ليه الدار هو يوصلك ماشي مشكل. انا ما فكرتش انا في الراجل شكون هو ولا. المهم الهدف ديالي انني لقى اللي وصلني باش نعطي الوالد ديالي الدواء، حيت الحريق والالم فيه كتير. المهم السيد مني جا خدا الدواء قال لي ماشي مشكل، داني وصلني. بطبيعه الحال جلست اللور، ما جلستش حداه لقدام. غادي هو يسولني قال لي مالك اختي اش واقع لك؟ قلت ليه راه الوالد ديالي مريض وكيتالم وراه خاصو الدواء يوصل ليه، وراني ما لقيتش طاكسي باش فعلا ما يديش عليه واحد نظره خايبه ويقول لي طلعتي معايا في هذا الليل وما عرفتينيش. وصلت ليه الكلام اللي صحيح، وقلت ليه في الاخر راه انا طلبت من الصيدليه، قلت ليه صيفط لي الطاكسي. قال لي كاين واحد السيد الله يعمر ليه الدار ما عندك منين تخافي راني كنعرفو مزيان راه هو يوصلك. داكشي علاش قبلت نركب معاك. قال لي ماشي مشكل، حتى الا كان الوالد ديالك عيان وباغي يمشي للطبيب انا ما عنديش مشكل، انا في الخدمه انا ندي فيه غير اجر. قلت ليه لا بارك الله فيك، راه كنا في السبيطار غير هاد الدواء عطاه لينا نشريوه ليه، مع وصلنا بالليل ما بقاش لينا الوقت يمشيو للصيدليه. ولكن دابا ملي تزاد عليه الحال والالام ضروري خاصني ناخذ ليه هاد الدواء. صافي داكشي اللي دار السيد، شدينا الدواء وصلني للدار، عطيت الوالد ديالي الدواء. المهم بعد اسبوعين كنلقى داك السيد اللي كان وصلني جاي تيدق في باب دارنا وجايب معاه الوالده ديالو وشي جوج دراري ما عرفتش. انا اصلا ما حققتليش حتى في وجهه وما شفتوش نهائيا، مع الخلعه ديال الوالد ديالي ما شفتش حتى مع ما ركبت. انا حليت لهم الباب والله ما عرفتهم. دخلوا جلسوا، دخلت معاهم جلست معاهم ماما، هضروا معاها. مشيت ناضت من البلاصه وعيطات ليا قالت لي سيري جلسي مع الناس تنجي. مشيت عند الوالد ديالي اللي مريض، هضرات معاه تكلمات معاه وعاودت لي التفاصيل. قالت لي فاش كنتي مريض راه هما اللي كانوا وصلوا حكيمه وكانوا جابوها وهذا، الحاكمه لحد الان راه ما عارفاش شكون هما هادو. المهم شرحات لي الصراحه القصه كما هي. يا ديك الوالد ديالي ناض من بلاصتو، لبس حويجاتو، ساعدته الام ديالي حتى لبس وجا جلس مع الضياف. نط انا معاهم ويقول لي لا جلسي. مني جلست ويقول لي عرفتي شكون هو هذا؟ قلت لي لا ما عرفتوش، ولكن الصوره ديالو ما خافياش عليا. قال لي هاد السيد راه هو اللي كان وصلك فاش جبتي لي الدواء. وانا نقول لي واش هو انت؟ اسمح لي راني ما عرفتكش، ولكن بارك الله فيك وشكرا. انا قلت ربما جاي يشوف، بقيت فيه داك النهار جاي يشوف الوالد كيبقى. قال لي ولكن راه مازال ما كملناش الكلام. قلت لي اش من الكلام؟ قال لي راه من تما السيد قال لك راك عجبتيه بزاف وبغى بحال هاد البنت اللي يتزوج بها. انا من طبيعه الحال رفضت، ما بغيتش بحكم الوالد ديالي عيان خاص اللي يقوم به واللي يمشي معاه لوبيطال. انا قلت ليه هذاك النهار هو اللي ما عمره غيكون، الوالد ديالي عيان انا اللي مقابلاه وانا اللي كنخدم عليه وانا اللي كنتسخر وانا اللي كندير كل شيء. ما يمكن لياش نجي ونتزوج ونخلي الوالد ديالي بوحده. هو عطاني امانه الله، قال لي شوفي انا مادام جيت واختاريتك وبغيت نتزوج بك الا على حساب هذا الوالد بغيت انا نقوم به وانا اللي نوقف به وانا اللي نمشي معاه للسبيطار. ما نخليش العيالات هما اللي يديو للسبيطار بحكم الاخ ديالكم بعيد على هنا وما يمكنش يتحول. وهاد المدينه بحال المدينه صغيره بزاف ما فيهاش شركات وهذا، وكيجي الاخ ديالي كيطلع عليه وكيجي حتى هو كيدي للسبيطار، ولكن الصراحه لقى مشاكل في الخدمه ديالو. قال لي داكشي علاش انا غنكون بحال الابن ديالك الكبير بعد الولد ديالك، خليني انا بغيت ندي هاد الاجر، واصلا هاد العائله عجبتني بزاف وهادو هما الناس اللي ناسبوني. المهم انا الصراحه حضرت راسي وما دويت ما تكلمت.
وخليت الناس مشى وعيط لي الوالد ديالي، قلت لي انا راه ما قابلاش على هذا الزوج وما بغيتش نتزوج. قال لي ها الصح ترضى، الا بغيتيني نموت ديال ندي نكسف قلبي انا ديالتك، زعما راك انتي كتشوفي. المهم انا جيت نفكر، قالت لي الوالده ديالي شوفي بنتي حكيمه، الا كنتي كتبغينا من الافضل تزوجي. قلت لها ماما ما نقدرش نخليك بوحدك، انت هي اللي رافده المسؤوليه. قالت لي شوفي بنتي، ما عرفتي كاع هاد الزوج هو اللي غيوقف معنا، هو اللي غيهنينا من اي حاجه، سيرتو انه في نفس المدينه، ما غتبعدي علينا ما والو، بحال انت دائما معنا وغيساعدنا حتى ماديا. السيد راه ميسور وعنده دارو وعنده مشروع كبير ديالو كيدخل منه اموال، علاش غادي ترفضيها بنتي؟ فكري فينا حنا الاولين، وباك امنيتو قبل ما يموت بغى يشوفك حتى نتيا بدارك، ما تقدريش تحقي لي هاد الامل اللي باقي عنده في الحياه؟ ما حتى هي كتقول لي هاد الكلام وانا قلبي كيتقطع. الا كنتي كتبغينا نيت وكتبغي باك يبقى مرتاح، فكري فينا، هو اللي غيساعدنا وهو اللي غادي يهز الاب ديالك وهو مريض. المهم انا الصراحه في الاخر قلت على حسب الوالد ديالي غادي نقبل به، بالرغم بانه فايت مزوج وفايت مطلق. المراه قال لك ما ساعده، كانت صعيبه بزاف وتفرق عليها. صافي هادشي اللي كاين. المهم ما درت لا عرس لا والو، قلت لهم انا ما بغيت ندير لا عرس لا والو، عيطنا غير على العائله ديالنا شي شويه وعيط للعائله ديالو شي شويه، ودرنا الطلبه ولبست تكشيرتي وجلست معاهم وطيحت العقد صافي ومشيت لعندو. ومشيت لعندو، واخا مشيت لعندو مشيت كئيبه، حيت مشيت وخرجت من دار با وخليت الام ديالي هي اللي هازه الوالد ديالي. وبصراحه تزوجت واحد الزواج اللي ما نكذبش عليكم ما كنتش فرحانه نهائيا، وخلقيت السيد الله يعمر ليه الدار. فعلا هاد السيد وفى بالوعد ديالو، هز الوالد ديالي وبقى يمشي معاه للسبيطار وتيجي حتى نهار الفاجعه اللي كان عطاو غيدير واحد العمليه ودارها وما نجحتش ليه العمليه وتوفى وسط العمليه. كان هذاك هو النهار اللي عندي اخيب نهار في حياتي، اللي ما عمرني نتمناه لشي حبيب. المهم بعد هاد المأساة داز عليا واحد الحزن كبير كبير، ما نسيتش الوالد ديالي، ما نسيتوش صراحة. الزوج ديالي وعجوزتي هما اللي وقفوا معايا وقفة ديال ولاد الناس ديال الصح. صبر ليا وصبر المعاناة ديالي والكآبة ديالي، وفين ما يهضر معايا كنت كنغوت كل شي دوزو ليا. الحمد لله تنساني بشوية بشوية ورجعت لحياتي العادية، والحمد لله. الام ديالي الاخ ديالي جا تحول بعد ما مات الوالد، جا هو اللي عاش مع الوالده ديالي، خرج كاع من الخدمه ديالو، وبحكم هو كان خدام في الحسابات في الشركه، راجلي اقترح عليه انه يشد غير الحسابات، حيت الزوج ديالي المشروع ديالو هو دروغري وكيصايب داكشي ديال البريك وداكشي. قال لي انت تكلف غير بالحساب، حسب ليا غير هادشي بين ما يجاوبوك، في حيت الاخ ديالي دافع لشركات اخرين، قال لي بين ما يجاوبوك وتبغي تمشي ما عنديش مشكل. وهادشي كله كيديروا راجلي غير باش ينسني في الهموم ويدخل عليا واحد شويه ديال الفرحه. وبالرغم من هادشي كله وانا الحاله ديالي باقا صعيبه، باقي ما نسيتش الوالد ديالي وباقا حزينه على الوالد ديالي. وباش نسي الهموم ديالي لقيت واحد الجاره حداهم. بعدا قبل ما نجبد لكم الجاره، انا راجلي ما سكنتش معاه في الدار ديالو اللي باني واللي كبيره، بقيت ساكنه مع مو في داك الحي الشعبي، حيت الام ديالو قالت لولدها انا ما نقدرش نرحل من هاد الدار حتى تخرجوني منها ميته، انا بغيت نبقى في داري، يمكن ليش نمشي لشي قنت اخر. داكشي علاش الزوج ديالي هذا هو الشرط الوحيد اللي شرط عليا، قال لي رانا عندي الدار وكل شيء وبانيها على حقها وطريقها، هذيك راه دارك، ولكن راه الوالده قالت لك ما تخرجش من هذيك حتى تخرج ميته منها. ما يمكنش نخرجها وانا ما يمكنش نخلي امي بوحدها وداكشي، وهي عندها جوج بنات ولكن كيعيشوا في الخارج. المهم انا ما عنديش مشكل، انا قبلت حتى الدار اللي عنده الصراحه ساكن في داك الحي الشعبي. صراحه ما غنقول لكم شي حي شعبي اللي راقي وزوين، وانما هو بفلوس وقاد ديك الدار خلاها جنه، حاشا واش تمثل، وانما خلاها قلت لك بحال الجنه، قصر قادو. ديك الجاره اللي حدانا كانت طامعه فيه، كانت هي اللي بغات تزوج بيه قبل من الطليقه ديالو، ولكن ما عطاهاش اهميه.
وحتى سميتو حتى تزوجت هي وكل شيء. ومني هو طلق المراه بحال بقات تديرو تاني، بحال بقات تبقى دائما مايله ليه، لدرجه كانت بغات تطلق من الزوج ديالها وقالت لي تزوج بيا ونطلق من الزوج ديالي. هو رفضها بتاتا، قال لي انا هادشي هو اللي بنديرش، وكون بغيتك وراني وديتك من اول نهار. ما بغاش يديها صافي. المهم جا خطبني انا وتزوج بيا، ومني تزوجنا وكل شيء مهم حملت، ولدت مع الوليد الاول، ولدت مع البنيته الثانيه، وهي ديك الجاره ديالهم حتى هي عندها جوج بنيات. انا كنت شاده الصراحه تيقاري، ما كنعرف حتى شي واحد، ولكن ما عرفتش كيفاش تدخلت عليا. ما فهمتش حتى كيفاش بالليل ونهار لقيت راسي مصاحبه معاها. واش حيت كنت كنعاني وتا انا كنت بحال عندي القابليه باش نتصاحب معاها؟ ما فهمتش لحد الان، والله ما فهمت كيفاش درت تصاحبت معاها، بالرغم بان عجوزتي نبهتني مرارا وتكرارا. ومني ما تقبلتش النصيحه ديال عجوزتي قالتها للوالده ديالي، حتى هي الوالده ديالي كل ساعه تقول لي فرقي عليك هذيك ما تصاحبش معاها، بعدي عليها. انا بطبيعه الحال ما تصنت لا لعجوزتي لا للام ديالي، بقيت مع ديك السيده عجبني كلامها، ما حملتش نتفرق معاها لان هي اللي لقيت عليها راحتي. بعد ما مات الوالد ديالي هي اللي خرجتني من داك الحزن وبعدتني حتى على داك الدويات اللي كنت كناخذ، كلشي قطعته بسبب ديك السيده. المهم واحد النهاريات انا كنت كنسيق حتى دقات عليا واحد السيده، وهي تقول لي واش نتيا هي حكيمه؟ قلت لها قالت لي راجلك هو اللي سميتو فؤاد؟ قلت لها وهي تقول لي وردي لي البن مزيان 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 وبعدي على جارتك. هذه هي اللي قالت لي ومشات. من تم ما بقيتش في ديك السيده وما فكرتش في الموضوع وما عطيتوش اهميه. انا اش قلت ياك مع جوزتي مشات وصات على شي حد وقالت لي قول ليها وقول ليها، المهم ما عطيتش الموضوع اهميه وصافي. حيت انا كنت ديك الساعه محتاجه من شي حد اللي خرجني من داك الاكتئاب اللي جاني من بعد الوفاه ديال الاب ديالي. خاصني نلقى شي شخص اللي نتصاحب معاه واللي نعاود ليه ويعاود ليا ونخرج معاه ويخرج معايا. لقيت ديك الجاره هي اللي قدامي، فين ما تنخرج تجي لعندي كبقيتي تنقول لها شويه الحمد لله. المهم بقات كتواسيني الصراحه، خرجتني من داك الهم ومن داك داك الشيء داك الحزن اللي كنت فيه، حتى وليت كنمشي عند الطبيب نفساني وليت كناخذ الدواء. المهم هي خرجتني من هذا الشيء، قالت لي اش بغيتي شي دواء راه قلت لك غير صحتك. المهم انا عجباتني الصراحه بكلامها. النصيحه اللي نصحاتني عجوزتي قالت لي وياكي تصاحبي مع هادي. ما درتش بطبيعه الحال لا بكلامها لا بكلام الام ديالي. داكشي علاش وقعوا لي مشاكل كبيره من تحت هاد الجاره اللي دخلت لي لحياتي كي السوسه. وداك النهار الاخ ديالي مع كان مصيفط بزاف ديال الشركات على حساب الخدمه ديالو. داك النهار بالضبط جاتو واحد البرا بانه قبلوه في واحد الشركه، بعد ما كان هو اللي كيعاون الزوج ديالي، لكن الزوج ديالي ما كانش هو اللي كيامن على المشروع ديالو. الصراحه الزوج ديالي ولفو بزاف بحال ولا هو اللي اليمنه ديالو، حيت صعيب الحال صعيب بزاف باش تلقى شي واحد اللي تامن على فلوسك وعلى مالك وعلى حوايجك في هذا الوقت. المهم الاخ ديالي مشى للعمل ديالو، الزوج ديالي بطبيعه الحال غادي يرجع للعمل ديالو، غادي يقوم به هو، غيشرف عليه، ما باقي غيعول على حتى شي حد، بالرغم ان عنده شي وليدات خدامين معاه ولكن في بحر كيتعلموا. خدا الخدمه ديالو، خويا مشى فحالو. انا بدات تطربص بيا ديك الجاره في ديك الوقت، واخا كنت حاضيه راسي ماشي دايره راده منها البال، وانما حاضيه راسي ما تدخل عندي حتى شي حد للدار الا كنت انا في داري وقاعده معايا، ما تنوض لهنا لهنا. حتى لواحد النهار اللي غادي تجي بنتي من المدرسه، ما غاديش بغيت تحليها الباب، غنقول لها سيري الا جيتي وتلقيتيني معطله سيري عند الجاره وقلتي معاها في الدار. مني غتمشي غتقولها عندك السالوت، غتقولها تقولها وي يلاه ندخلك للدار ونقعد معاك تجي ماماك. مني غادي تدخل معاها تما غدير لعبتها، غتدخل ليا لبيتي بنتي مع بحكم باقا صغيره ما عاودت ليا حتى شي حاجه، غتهز ليا شي مسائل شخصيه ديالي وديال الزوج ديالي وبالخصوص ديال الزوج ديالي. غادي ديك الساعه ملي غادي تلعب لعبتها غادي تجي عند البنيه ديالي غتقول لها اش غديري، يلاه قعدي معايا راني خاصني نكمل الغدا وداك الشيء. قالت لي واخا، وبنتي ما عاوداتش ليا هادشي، حيت انا مني جيت لقيت البنت جالسه تم خديت بنتي ومشيت، ما قلت ليهاش واش جيتي للدار ولا سولتها، حيت صافي قلت راه باينه بقات جالسه معاها وصافي. ايوا يا خوتي اش غادي نقول لكم. واحد النهار كنا قاعدين
حتى جاو الدقان كيدقوا عليا في الدار. جيت نحل لقيت الراجل ديالي طايح مكوانسي ما كيحل، العينين محلولين وليدين مشلل. بديت كنغوت ونضرب على فخاضي. جات عكوزتي هزينا للسبيطار، عيطت الوالده ديالي باش تحضر ليا ولادي مع كيجيو من المدرسه. المهم السيد قول في الموت، ديناه للسبيطارات، اي نعس في السبيطار شحال ما عرفوش شنو اللي عنده، ما خلينا ما درنا ما عرفناش شنو اللي عنده. تحاليل ما عنده حتى شي حاجه، ولكن كان واحد الميكروب عنده، ولكن هذاك ميكروب اللي جد عادي ما يمكنش هو اللي غيدير ليه هادشي. شحال هو في الكلينيكات من الكلينيك وشحال ديال الفلوس خسرنا لدرجه حتى المشروع ديالو صافي تسد، حيت ما بقيناش لقينا اللي غادي يوقف عليه. وبطبيعه الحال الاخ ديالي اللي عارفو ما غاديش يجي وغادي يخلي الخدمه ديالو هو بحال ما ترسم، صافي سديناه ولينا مقابلين غير السبيطارات وجري من هنا جري من هنا لمدة سنة، عام كامل ما بقيناش لحقنا لا على خدمة لا على فلوس لا على والو. وصافي في الاخر عطينا راسنا للحجام وجبنا الراجل للدار وكنتسناوه امتى يموت. صافي حيت السيد تيشوف بعويناتو، الاطباء ما عرفوش شنو اللي عندهم. السيد صافي ما بقى لا كيتحرك لا والو، ولينا هي قاعدين وقاعده حداه الام ديالو، ما بقينا لقينا لا ما ناكلو لا ما نشربو. بطبيعه الحال تجي عندي الجاره غتبغي تقدم لي مساعده، غتلقى لي خدمه، هي كان عينيها فيا بغاتني تشوفني انا كنتكرفص، ما بغاتش تشوف داكشي اللي كنت كندير معاها. كنت يطلع عليها الدم انني كنت كنخرجها، وما يمكنش نشري ليا وما نشريش ليها هي وما نشريش لبنتها. كل شيء كنت كنديرو كتلقاني فرحانه وانا فرحانه معاها، زعما كنكون صاحبتي. وهي اللي خرجتني من واحد الوضع اللي كنت فيها متازمه بموت الوالد ديالي. زعما حطيت عليها الراس وخا هكا كنت حاطيه راسي، زعما ماشي يعني كنعاود لها الشاده والفاده ومدخلها القلب داري. بطبيعه الحال هادشي كله كنت كنتفاداه، حتى نهار البنيه ديالي تما لعبت ليا اللعيبه وانا مسخت الخبار وانا في دار غفلون، تنبكي وتنشكي عليها وتنقول لها ما عرفتش كدور بيا عند الفقهاء، ما خلت فين داتني حتى ما بقى عندي الريال، شحال تسلفنيت من عندها هي. وفي الاخير خرجتني خدمت واحد الخدمه اللي صعيبه باش ولادي يبقاو في البريفي، ما بغيتش نديهم من المخزن، بغيتهم يبقاو في الوضعيه اللي كانوا فيها. حتى ما بقيتش لقيت ليهم الجهد وانا نخرجهم من المدرسه وديتهم من المخزن، ولدرجه باش تشوفني كنتالم وتشوفني من الكسره مشات قالت لي والو لا بنت خدمي اجي خدمي في واحد الحمام، انت ما تحكي ما والو، انت غير جلسي وتخلصي. انا بطبيعه الحال ما قبلش، الوالده ديالي ما قبلاتش، خويا كيصيفط ليا، ولكن داكشي ما تيكفانيش حيت عندي وليدات وراجل عندي مريض وخاصني مره ندير للطبيب. ولو كنشوف فيه تنقول ضروري خاصو يشوفوا الطبيب، وهذا نفسي ما جاتنيش نخليه غير هكاك مرمي. وتمحنت معاه حيت خصني نقلبو من هنا ونقلبو، حيت عكوزتي مرا كبيره ما تتقدش عليه. ايوا هي هذيك خدمت فعلا، مشيت خدمت في الحمام عاوتاني. مني تتشوفني بخير وعلى خير واخا خدامه في الحمام، زعما كنتخلص والناس كيعطوني فلوس واللي جا كنعجبو وتنبقى في الناس وتيعاونوني. ما تعجبهاش الحال، خاصها دير ليا شي مشكل او خاصها تمشي تقلب ليا على شي خدمه اخرى بعيده. المهم تكرفصني، هي بغاتنا نعيشو مكرفصين وصافي. داكشي اللي كاين. حتى واحد النهار جاو عندي خويا ومراته، ولكن ما عندي والو في الثلاجه خاويه. غادي نصيفط بنتي غنقول لها سيري عند نعيمه جارتنا قولي ليها قالت لك ماما الله يجازيك بخير، الا عندك شي شويه اللحم عطي ليها بين ما نشري اللحم ونصيفطو لك. مني مشات ما لقيتهاش، قالتها الراجل قال لها واخا، مشى حل الفريكو جايب ليها 2 ميكات، قال لها هادو راهم اللي لقيت هاكيهم. فعلا عطاهم ليا، انا جيت لقيتهم متلجين حطيتهم بين ما يطلقوا واحد شويه. جات مرت خويا قالت لي اشنو، قلت لها راه خديتي شي لحيمات وداكشي. قالت لي علاش خديتيهم، احنا جبنا كلشي جينا بخيرنا بخميرنا. قالت لي رجعي ليها لحمها. قلت لها لا عاد اش غديري، نعطيها اللحم جديد لا تقول لك وداتو ورجعاتو، زعما حشومه ما كاينلاش. قالت لي واخا. قالت لي مرت خويا سيري نتيا قلتي معاهم انا غادي نرد الغدا وغنصايب كلشي. فعلا مشيت انا عمرت اتاي جلست مع خويا ومع عكوزتي والوالده ديالي كنا قاعدين. خويا مشى قلت حدا راجلي شاد لي في ايدياتو وتيدير لي بحال المساج. ايوا واحد لقيتها خويا هو يغوت ويقول لك راه شد ليا في ايديا مع الراجل ديالي ما تيتحركش. قلت لي لا ما يكمش. جات مرت خويا كتجري باش غوتو، قلت لها راه بحال قال لك حرك ايدي، انا واخا قال لي ما طيقتش. المهم مرت خويا رجعت للكوزينه، نط عندها
واقفه معاها هي كتحل في الميكا، قد ما حلات في ديك الميكا قد ما راجلي تيشد في الايد ديال الاخ ديالي، وقلبي تيشوك عليا ملي تسمع داك الغوات. لا راه شد ليا في يديا، شد ليا في يديا. قلت لي لا هادشي ما كاينش وما يمكنش. حتى كملات الميكا في الحلان، فوا كملات الميكا في الحلان راجلي زير عليه في يديه وحل، وبدا تينطق بغى يهضر، بدا تيدي هكا وتيهضر. حنا بدينا تنغوتو اش كاين مرت خويا، حنا كنغوتو في البيت ومرت خويا كتغوت في الكوزينه. تنقولوا ياك لاباس ما عرفت مالها. مشينا تنجيرو، قالت لك شوف اش لقيت في هاد الميكا، شوف اش لقيت في هاد الميكا اللي عطاتكم الصاحبه. ملي مشيت لقيت داكشي، قلت شنو هادشي؟ لقينا واحد الحنش هكاك، ولقينا واحد التيشيرت ديال راجلي ومشطي انايا تهزات ليا من بيتي، وواحد الكحول وواحد شي حوايج ديالي خاصين بيا كنت مخبيهم، لقيتهم تما في ديك الميكا. ما فهمنا والو، وحنا نكتشفوا بان ديك الميكا اللي كانت كتحل عقوزتي هي اللي قالت لك ديك الميكا اللي حليتو هي نتوما كتحلوا وولدي تيحل. باينه هذيك السيده كانت دايره لكم شي حاجه، اش غديروا؟ غتسدوها ويلا. هو فعلا سدينا ومشينا للبوليس. ديك الساعه بغينا نشوفوا اش كاين. المهم ملي دخلنا عند البوليس جلسنا عاودنا ليه التفاصيل. هما شافوا ديك البلاستيكه من حلينا ليهم استغربوا، قالك على كاين البشر باقي في هذا الوقت بحال هكا داير. عاودت لهم انا كنعاود انا وعقوزتي وتنتباكاو داكشي اللي بكينا، وعاودت لهم على المعاناه اللي دوزت وراجلي بعد ما كان بخير وعلى خير. شوف كي ولا. وعقوزتي قالت لي راه كانت هي بغات تزوج به في النوبه الاولى وما تزوجش بها، وحتى ملي طلق المراه بغات تاني تطلق هي من راجلها وتزوج به. هو قال لها لا داكشي هو اللي ما غيكونش، وتزوج بهاد بنت الناس. ومني تزوج بهاد بنت الناس وهي حاطه العين عليهم ضروري بغات دير لهم شي حاجه. وانا نصحت بمرت ولدي فعلا نصحاتني، ولكن ما تتصنش حتى هي راسها قاصح. انا شرحت لهم حيت الموت ديال الوالد اثرت فيا بزاف، زعما لقيتها هي السند ليا وعاونتني بزاف حتى خرجت من داك الاكتئاب. قلت زعما نديرها هي صاحبه، انا ما عندي حتى صاحبه سعيه. شوف شنو اللي دارت ليا وشوف شنو اللي دوزت عليا. الشرطي بقى زعما صراحه بقيت فيه بزاف، وبقى تيقول لي في هذا الوقت راه ما خاصك تثقي في حتى شي حد، انت هي الحمد لله عندك راجل وعندك الام ديالك الله يخليها ليك، وعندك عجوزتك الله يخليها ليك. علاش تتمشيو تتقلبوا نتوما اللي كتقلبوا على المشاكل؟ حتى شي حد ما دخل لداري. قلت لهم انا ما عمرني دخلتها للدار، راه هي اللي نهار جات كتدخل داري، ولكن الا كنت انا استغلات الوقت اللي جات عندها الابنه ديالي. المهم ديك الساعه عيطوا ليها، من يعيطوا ليها الصراحه بلا ما يضربوها بلا ما يسولوا بلا زعما ماشي بقاو كيلحوا عليها في البلاصه. قالت لهم غير ما تقيسوني ما تاديوني ما والو، انا غنعاود لكم كل شيء. بقوه ما مخلوعه راه تخلعات، عاودات التفاصيل. قالت لهم هذا الشيء اللي وقع وهذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء اللي كاين. قالوا لها شكون اللي صايب لك هذا الشيء؟ غتجيب ليهم المراه اللي صايبات ليها. اش غنكتشف؟ المراه اللي صايبات ليها هذا الشيء اللي كانت جات لعندي واحد النهار وهي تقول لي حضي راسك من جارتك، راه جارتك خطيره وحضي راسك منها ومشات. انا ديك الساعه اللي قلت لكم في الوقت اش فكرت؟ قلت بين عقوزتي وصات هاد السيده، حيت انا ديك الساعه عقوزتي كانت تقول لي فرقيها عليك ما تمشيش عندها. ما فكرتش بان الجاره هي اللي غدير لي هادشي وغيخرج من هادشي كله، حيت ما عمرني طحت في هادشي. دائما تنقول راه جارتك غتكون بحال اختك، علاش غادي تاديك؟ ما عندها علاش تاديك، هي براجلها وبوليداتها وانا براجلي وبوليداتي. وبحال هاد الشيء تنشوفوه غير في الافلام، اما الواقع ما كاينش بحال هاد المسائل. انا ما عمرني هاد الشيء طاح ليا في بالي ولا قلت غادي نعيشو ولا عمرني فكرت فيه. انا درتها كيف اختي، تنمشي عندها تجي عندي، ولكن شوفوا اش طلع ليا منها. داكشي علاش ما باقينش تثقوا باي حد كيما بغى يكون نوعه، وسيرتو داك اللي فيه حلاوه اللسان هذاك هربوا منه. حيت هاد السيده كنت شوفوا لسانها كي داير تقطر العسل، تخليك تبغيها بلا ما تشعري وديري فيها الثقه الكامله. واستغلات حتى الصغر ديالي، انا كنت باقا صغيره وهي كبر مني تقريبا بشي 9 سنين. المهم دابا اش غادي نقول لكم، راهم جايين عندي ورامين عليا العار. جاي عندي راجلها وجايه بنتها صغيره وجايه عائلتها كلها، امها خواتاتها خوتها بنات خالاتها، راه الدار كتعمر وكتخوى.
تيرميو عليا العار وتطلبوا فيا باش نتنازل لهم على الدعوه. المهم انا ما نكذبش عليكم، انا نتوما الا كنتو بلاصتي واش تسمحوا لهاد السيده ولا لا؟ حيت انا راني ما قادراش نسامح ليها، حيت عانيت معاها 3 سنين وانا كنعاني، وانا في هاد المعاناه ديال راجلي دمرت لي حياتي بزاف، خسراتنا فلوسنا صحيحه خسراتها لينا. راجلي بعد ما كان عنده مشروع كبير خسراتو لي ولا يبوحدو داك المشروع، ما بقيناش لاقين ما ناكلو. انا بحكم كنت صغيره وكنت مدله في دارنا وليت خارجه كنخدم، ما خليت فين خدماتني، حتى من الحمام خدمتني فيه. في الاخر ولات تقول لي حتى الا بغيتي تخدمي واحد الخدمه اخرى اللي خايبه ما نقدرش نقولها لكم، ولات تقول لي راه فيها الفلوس. انا رفضت بطبيعه الحال اي طريق الحرام، رفضتها. شتي نمشي نحفر، نمشي ندير خدمه الرجال ونسهر الليل، وشتي البني وما ندير شي حاجه اللي فيها الحرام. اي حاجه صعيبه نقدر نديرها الا الحرام. كانت بغيت تلوحني في اي حاجه خايبه، كانت بغيت تلوحني هاد السيده. واش نتوما تسمحوا لهاد السيده؟ ولو بنتها صغيره وجات تطلب فيا وتتبكي عليا عافاكي بغيت ماما وداكشي، وانا عارف واخا نسمح لها انا القانون ما يمكنش غيسمح حتى هو ضروري غادي يدي رزقه، ولكن انا ما قادرش نسمح ليها. واليوم بغيتكم تنصحوني، واش الا كنتو طحتوا في هذا الموقف اللي طحت فيه انا واش غادي تسمحوا لهاد السيده؟ يلا خوتي انا بغيتكم تصنتوا لهاد القصه بتمعن، وهذه مجرد للعبره باش تحكموا. عمركم تدخلوا عليكم شي وحده للدار نهائيا. دائما صاحبتك تبقى بعيده عليك، ما ترميش معها، ما تحكيش معها نهائيا، واسرارك يبقاو ديالك بوحدك. كانت هذه القصه ديال اليوم، الى قصه اخرى ان شاء الله.